اللي هتشوفه دلوقتي ممكن تعتبره سحر، ممكن تعتبره واقع، ممكن تعتبره عظمة، وهو كل ده في بعض، واستكمالا لسلسلة هتوحشونا اللي بتشتم عليها. فالفيديو ده هنقول للمبرمجين هتوحشونا. فلو انت مبرمج او بتفكر تتعلم برمجة او بدأت تتعلم برمجة، فخد بالك لان الموضوع مش امان. لو بتفكر انك لسه هتتعلم برمجة، انصحك ما تفكرش كتير، تراجع. لو انت مش مبرمج وكان نفسك تبقى مبرمج، او انت مش مبرمج ونفسك تعمل برنامج ابليكيشن ويب سايت، الفيديو ده هيقول لك ان الموضوع بقى في منتهى السهولة والسلاسة اللي في الدنيا. في اكتر من فيديو هتلاقيه على التيك توك. في خلال السنة اللي فاتت عملت اكتر من تجربة كده. بس الشهر اللي فات عملت اشتراك في شات جي بي تي وكخدمة في الشغل، لان انا كنت بحتاج اعلى من الليميت يعني. وبعدين لقيت في اختيار او اب كده اسمه كودكس. ايه كودكس ده؟ كودكس ده مساعد برمجي، يعني بيساعدك انك انت تعمل برامج اوتوميشن، حاجات بصفة عامة تخص البرمجة يعني. المهم، انا كنت مشترك في شات جي بي تي عشان الشغل يعني. بعدين لقيت ان في موضوع كودكس ده، فبرضه لما بحثت فيه قلت ايه برمجة ومش عارف، موضوع مش هيفرق معايا كتير، مش مهم بالنسبة لي، فخلينا نشتغل عادي. وبعدين في الشركة مع زيادة العملاء احنا بيبقى عندنا مشكلة الحسابات. العملاء ما بتدفعش مرة واحدة، عندك مرتبات، عندك مصروفات، آه، عندك جدول محتوى كشركة تسويق عايز تتابعه، عندك مسؤوليات لكل موظف المفروض ان هو يعملها متعرفش تتابعها كويس، عندك سيلز بيتصلوا بالتليفون، عملاء تكلمهم يقول لك مثلا انا كلمته قبل كده، لا ما كلمته، بتسجل في شتات اكسل مختلفة، فما بيجيلكش يعني التجميع اللي انت عايزها، الحكمة اللي انت عايزها. فالمهم انا قلت ايه، طب ما تيجي نجرب الراجل اللي احنا دافعين له فلوس ده ونحلل القرش فيه. فدخلت على عمالة شات جي بي تي، قلت له بقول لك ايه، انا عايز اجرب استخدم كودكس ده، عايز اعمل برنامج فيه 1 2 3 هوريك. انا هحاول ان الفيديو يبقى بسرعة لان انا جربت اعمله قبل كده طلع ساعة وشوية، فطبعا ده مستحيل، فهنحاول ننجز يعني. يلا بينا. هو يا سيدي انا كان بقى عندي شيت اكسل، فرفعته له، قلت له انا عايز زي ده وعايز اضافات معين، وقول لي البرومبت اللي انا اكتبه الكودكس عشان يبنوا لي من الصفر. فهو قام جاي ايه، قال لك انت سينيور فول ستاك انجينير وبرودكت اركتكت، وعباية رسل المطلوب في النظام العملاء وسي ار ام وفريق مبيعات والفواتير والباقات ورصيد الاعلانات لكل حاجه. بص الرصه دي، بص يا سيدي، كل ده بقى حاجات ايه بالحقول هيبقى فيها ايه، كتب لي كل التفاصيل اللي انت عايزها، يعني مش اللي انت عايزها، اللي انت ما تتخلاش اللي هو اصلا اختراعها في دماغه. طيب المهم عشان ما نطولش، ده كل ده هو كاتبه اهو. تمام. بس يا سيدي رحنا بقى ايه على عمنا كودكس الجميل ده، وبدأنا ان احنا نبني البرنامج. اديت له البرومبت الشات جي بي تي كاتبه لي ده بالعربي، وبدأ ان هو يبني لي البرنامج. الكلام ده كان يوم 1/5. بدأ يبني البرنامج عشان ما نطولش. الموضوع قعد معايا حوالي مثلا يعني كأيام شغل صافية 8 ايام مثلا، مش 8 ايام ان هو عمال يطلعه، هو طلعه من اول يوم عادي، ولكن كل شويه مثلا بعدل فيه، بلاقي فيه مشكله بعالجها. هو برضو الموضوع مش بالسهوله يعني، آه، هو يعتبر انجاز من وجهه نظري، ولكن انا باجي مثلا اشغل البرنامج، اجرب فيه حاجه ممكن يبقى فيه مشكله، حاجه عطلانه فيه كمبرمج، ولا في الاول لا دي كانت حاجه لازم انك انت بقى تقف وتدور المشكله فين في الكود والسطر الكام والحاجه اللي عامله عطله ايه وايه اللي متعارض، قصه طويله حتى بالاي اي. لان بدايه الاي اي كنا بنخليه يكتب الكود وناخده ونحطه على كومبايلر ونبدا ان احنا نشتغل عليه ونقعد ندور بعد كده في الكود وتاخد الكود وتبقى قصه طويله. المهم ادي يا سيدي عشان ما نطولش في الموضوع، البرنامج باسم الشركه اهو، طبعا قابل للتعديل. بص بقى ايه البرنامج مكون من ايه. انا هحاول قدر الامكان ان احنا نبقى بسرعه، بس هو مليان هو في قمه الروعه، هو في قمه الروعه حرفيا، شمل كل حاجه ممكن ان انا اكون محتاجها في الفتره الحاليه، فاللي هو ظبط لي الدنيا. هتشوف معايا دلوقتي. بص بقى يا سيدي، اولا في لوحه تحكم
لوحة التحكم دي فيها مهام، نتائج موظفين، إجمالي العملاء، إجمالي فواتير، قيمة باقات، إجمالي محتوى، كل حاجة. في شارت للإيرادات والمصروفات والمدفوعات، في متابعات اليوم، أفضل عملاء، توزيع محتوى، كل حاجة. في لوحة تنبيهات بتقول لك مثلا في حد عقده قرب يتجدد في محفظة إعلانات منخفض، هتفهم كل حاجة دلوقتي واحنا شغالين، فواتير متأخرة، متابعات قريب. ده بانل خاصة بالعملاء بنضيف فيها العملاء كلهم، متابعات العملاء لو احنا هنكلم عميل او في حاجة في السي ار ام عايزين ان احنا نشوفها بتتسجل هنا. في بايب لاين للعملاء، عميل جديد تم التواصل معاه، مؤهل، تم ارسال عرض، تفاوض، غيره. بعد كده بتدخل على الجزء الخاص بالمحتوى، خطة المحتوى وتقويم، ادي الشهر قدامك اهو، تقويم بيتحط فيه المحتوى كله تلقائي زي ما هنشوف دلوقتي. مهام المحتوى، مهام اليوم، ده تو دو ليست بتتسجل فيها ليك او للموظفين زي ما هنشوف. كل حاجة خاصة باليوم اللي انت المفروض تعمله او الحاجات اللي انت لسه هتعمل. بعد كده بتدخل على قسم الحسابات، فواتير، ايرادات، مدفوعات، رصيد اعلانات الشركة، محفظة اعلانات، حملات، مصروفات، تقارير. طبعا المصروفات فيها برضو حساب رواتب وتقفيل الشهر. في السيتنجز او الاعدادات، الباقات بتاعت الشركة، استيراد وتصدير ملفات، لو انت في قوالب جاهزة بتحطها البرنامج ياخدها يقراها لوحده. السيتنجز بتاعت البرنامج نفسها، اسم الشركة، اللوجو، التليفون، العنوان، مين ممثل الشركة في العقود. هنعمل تيست دلوقتي ونشوف. الباك اب بتاعك، في نسخه هتبتدي تتحط تسجل عندك، عشان انت مثلا لو النسخه، في ناس كان زمان يقول لك دي نسخه ويب ما تنفعش يوم بيها. لا دلوقتي في نسخه احتياطي، حتى اللي انا شغال عليها دي لسه نسخه تجريبيه، انا هعمله برنامج كامل اي اكس اي بيشتغل على الجهاز بشكل طبيعي تمام. طيب سلامه النظام ده بيقول لك ايه، قاعده البيانات سليمه، النسخ الاحتياطي سليم، الارشيف المالي سليم، وتحديثك لقاعده البيانات. سجل الحركات ده اي حاجه، طبعا هنا هتلاقي ديليت 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 لان انا كنت بفضيه عشان اعمل التجربه دي في الفيديو دي. اي حركه بتحصل في البرنامج سواء منك او من موظف تاني بتتسجل هنا. والصلاحيات التفصيليه، الصلاحيات التفصيليه دي انا عندي موظفين، الناس دي هتدخل على البرنامج ده، انا عايز اربط الشركه بقى كلها، فكل واحد مسموح له يشوف ايه ويضيف ايه ويعدل ايه ويحذف ايه، ولا مش مسموح له خالص يتفرج بس كل ده. فانت لو جيت، خلينا نشوف بس ايه، نكمل وبعد كده هنجربها تاني. الموارد البشريه هنا بيضاف الموظفين وبينضاف الكي بي ايز بتاعتهم عشان نشوف كل واحد شغال ازاي وبيعمل ايه. موظفين والصلاحيات، هنا بتبدا انك انت تضيف الموظفين وتشوف الصلاحيات بتاعتهم. طيب عشان نبدا نعمل تجربه سريعه، فاحنا الاول بنبدا باضافه موظف. قبل ما نبدا تشغيل البرنامج، تعالى كده ايه نطلع. دي اللوحه الاساسيه، المنظر الاساسي اللي انت بتشوفه اول ما بتدخل البرنامج، فانت ممكن تقدر تدخل عليه او حد تاني هيدخل عليه، وهيعرف كل واحد ممكن يدخل عليه ازاي في شركه كامله كذا شخص مختلفين. ادي يا سيدي ادمن مارجن، هو عامل الامتداد لوحده وباسورد اهو. دخلنا البرنامج، يلا نعمل تجربه. تعالى نضيف موظف الاول لان الموظف هيبقى مربوط بحاجه تانية، فهنفترض اسم الموظف احمد، البريد الالكتروني بتاعه اللي هيعمل تسجيل دخول بيه احمد @margin local. الباسورد بتاعه بيتحط افتراضي، بعد كده ممكن يغيره، بس طبعا انا ممكن ارجع اغيره من هنا تاني. الصلاحيه، هل هو ايه، خلينا نقول موظف مبيعات، رقم التليفون اي بتنجان، المسمى الوظيفي، الراتب الاساسي مهم عشان هيحسبوا لك بقى ايه في المصاريف بعد كده في الراتب. بقول مثلا 5000. في اضافات ثابته او عمولات او بدل لا، ممكن هنا لما تضغط تعيين جديد بيقول لك اول يوم عمل ايه عشان ان هو يحسب له الراتب بتاعه من اول يوم عمل ويحسب التارجت بتاعه. فخلينا نقول مثلا ان هو يوم 1/5 او ضمن فريق المبيعات عشان يبدا ان هو يحدد التارجت بتاعه على اساس المبيعات، ان هو هدف المبيعات عدد عملاء ولا رقم بيع. الحاجات دي طبعا يعني مش كلها كانت موجوده اساسيه، في حاجات انا عدلتها وضفتها فيها على حسب شغلنا. قيمه الهدف بتاعه مثلا 5 عملاء، نوع التقييم، تقييم مركب ولا عدد مهام منجزه ولا نسبه انجاز ولا رقم بيع ولا عدد عملاء، فاحنا هنخليها هنا عدد عملاء، والهدف بتاعها 5 عملاء. نسبة التأثير سيبها زي واتيفر، هي دول 3 نسب بتحسبهم يبقوا مجموعهم 100%. فده بيقول لك نسبة كل حاجة قد ايه. طب نسبة مثلا السيلز في المبيعات، طبعا انا اقول مثلا 80% تأثير في التقييم بتاعه. في السي ار ام 20. المهام مثلا قول 5% يا سيدي، وخلي دي مثلا. ملاحظات تقييم الأداء دي حاجات انت بتحطها. نوع العمولة قيمة ثابتة ولا نسبة مئوية، خليها قيمة ثابتة مثلا 500، ويلا
سجل الموظف. تمام. طيب يلا نحط باقة عشان نبدأ ان احنا نعمل التجربة. فتعالى نضيف باقة مثلا، هنخلي الباقة اسمها سبيشال، نوع الباقة سوشيال ميديا، قيمة الباقة هنقول 6000 مثلا، فيها اعلانات ب2000، اجمالي قيمة النخبة على 8، عدد البوستس الشهرية مثلا 12، المدة شهر واحد، في عمولة مفيش. يلا خلاص. يبقى احنا كده دي ايه اساسيات بتاعتنا اللي موجودة عندنا. تعالى نجرب نعمل كده ايه خط سير كده طبيعي لواحد. احنا جبنا موظف المبيعات وبدأ ان هو يكلم العملاء المحتملين في التليفون، فهيروح على كلم عميل، فهيكلمه الاول ويبدأ ان هو ياخد البيانات بتاعته. اسم الشركة هنخليها مثلا الجندي مثلا، الشخص المسؤول امير مثلا، رقم التليفون واتيفر، الواتساب ايا كان مش عارف ايه، تخ مدينة طنطا، مسؤول الكود ده الكود بتعمله للعميل، لو ما اتعمل ده ما عملتوش هو البرنامج هيعمله لوحده. مين المسؤول المبيعات بتاعه؟ هيبقى احمد اللي احنا لسه ضايفينه. المرحله ده جديد او يعني جديد، ده ممكن انت بتسجله وخلاص وتسيبه، او ان هو تم التواصل على القيمه المتوقعه، فهنفترض ان هو يدخل مثلا 8000. نسبه الاحتمال ان هو ينضم لينا قول 50%. تاريخ الاغلاق المتوقع هنفترض ان هو النهارده، بكره مثلا، خليها بكره عشان نحط المتابعه التاليه ديت النهارده. اخر رد للعميل هو بقى هنا بيبدا يسجل الملاحظات بتاعته كبايب لاين، هيفكر ويكلمنا مثلا، ويلا نضغط حفظ. تسجل فين عندك هنا في تم التواصل. طيب انا كلمت العميل ده وقال لي والله الدنيا كويسه وهنظبط مع بعض وتمام، شايف ايه ممكن جاي اعمل كده بس بقى مؤهل. طيب تمام بقى، ابعت لي السعر، فهنقول هنا تم. طب انا بستفيد ايه التنقيل ده؟ ما مش ثابت مكان. تعالى افتح بقى كده، دي هنا البيانات بتاعت العميل المحتمل. انزل بقى تحت كده، بص سجل التفاوض والمتابعات. قال لك ده كونتاكت اتكلمناه اول مره، هيفكر يتكلمنا بعد كده بقى كواليفايد. خلي بالك ان تحت هنا في التاريخ ومين اللي عمل التعديل بتاعه ده، والعرض اتبعت له. تمام. سجل يا باشا زي ما هو. طيب احنا رحنا هنا بقت في تفاوض ادي اهو، بعدين يا سيدي عملناه تم. فتح لك بقى ايه اضافه عميل، تقدر انك تعملها من اضافه العملاء اللي هتعملها مباشر، او ان هو عميل كان في السي ار ام عادي وهتخش تضيفه هنا. طيب هنا هنختار له بقى نوع الباقه اللي هو دخل عليها، باقه سبيشال. ضاف لك على طول السعر بتاعها ورصيد الاعلانات بتاعها، ادي تاريخ توقيع العقد اللي هو النهارده مثلا، وميعاد التجديد بتاعه هيبقى زي النهارده الشهر الجاي. دي من الحاجات على فكره اللي كانت بتعمل لنا مشاكل، احنا بننسى مثلا لازم تقعد تدور على عقد العميل ده كان ماضي امتى، ميعاده امتى. فدي ايه يلا بتسهل لنا الدنيا. يعني برضه احنا ما عندناش حجم الموظفين اللي يلم لنا الموضوع ده، فعشان كده ممكن يحصل فيه غلطات. فيلا ادي احنا حفظنا، ادي العميل اتسجل لوحده كويس. ده كود العميل والشركه والتفاصيل. هتلاقي هنا ان في تنبيه هنا ظهر اهو. التنبيه ده اتحط في مهام اليوم انشاء خطه المحتوى. عميل جديد سجل، يلا بعمل له ايه خطه المحتوى بتاعته تدوق على طول. تمام. وقال لك ان رصيد الاعلانات بتاعه منخفض. طب تعالى ان احنا نروح للعميل نفسه نجيب التفاصيل بتاعته. اول حاجه احنا مسجلنا العميل، هنعمل للعميل ايه؟ هنعمل له عقد. طب احنا هنكتب له عقد ده ونصوره له الكلام ده؟ لا يا باشا، جاهز 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 كله تمام. فادي العقد اهوت، فيه الاسم بتاع الشركه بتاعتنا واللوجو بتاعتها، اطراف العقد البيانات بتاعتنا بقى بتاعه نطاق الخدمات الاتعاب ومش عارف. عملنا العقد، بنطبع العقد نوديه للعميل يطبعه. طيب يا سيدي اقفل ده. العميل وقع العقد، نقوم جايين احنا عاملين جايبين هنا عقد العميل، ونقوم جايين احنا رافعينه وحاطين ايا كان بقى ايه العقد. سجلنا العميل والعميل مضى العقد، اطلع له بقى الفاتوره وهيدفع. قام جاي بس دايس هنا اصدار فاتوره. ادي الفاتوره بتاعت العميل اهو، البيانات بتاعته، قيمه الباقه وقيمه الاعلانات، الاجمالي بتاعها كذا، شكرا لتعاملكم معنا. الفاتوره مش تخسير لاني ببعتها للعميل بعرفه الفاتوره اللي عليه ايه. خلاص طلعنا من الفاتوره. طيب يا سيدي لما تيجي تبص هنا على الصفحه بتاعت العميل دي، هتلاقي فيها قصه حياته كلها معانا. هنا اولا ايه ده الملخص، وادي اجمالي الفواتير والمدفوع والمتبقي ومش عارف ايه. طيب الربحيه بتاعته احنا كسبانين قد ايه، مش صرفنا اعلانات قد ايه. سجل العميل، هنا بقى العقد بتاعه، عملنا خطه المحتوى اللي هي راحت التنبيه بتاعها في درافت لسه، الفاتوره دي صدرت والفاتوره دي صدرت، بيانات العميل، سجل المتابعات لما حد يتابع معاه بنسجل هنا. روعه روعه بجد. الباقات لو هو غير مثلا باقة الشهر الجاي عملنا له خصم الشهر الجاي وات ايفر، سجل هنا. الفواتير اللي صدرت له، المدفوعات لما نسجل دلوقتي هتبدا تظهر هنا، الحملات الاعلانيه بتاعته هتظهر هنا، المحتوى وخطط النشر بتاعه. تمام. ادي احنا كده
خدنا الجزء الاولاني. لما تيجي نرجع برضو هنا في لوحه التحكم هنلاقي ان في المهام المسؤول عنها دي انشاء خطه المحتوى، المسؤول عنها الادمن. بعد كده يعني لما نضيف الاكونت مانجر هتروح عليه على طول. كويس. خلي بالك بقى ان في الداشبورد دي ادي فاكر الموظف اللي ضفناه احمد، الهدف بتاعه ايه؟ تسجل 1 من 5، نسبه تحقيق الهدف 20%. وادي كل حاجه في الداشبورد اتسجلت على طول وقتي. طيب تعالى نقول ان العميل بتاعنا دفع بقى جزء، فهي نعمل اضافه اهو. ضفت العميل الجندي الفاتوره. هل هيدفع من فاتوره الاعلانات ولا هيدفع من الفاتوره الاصليه بتاعته؟ تعال نقول ان دفع الفاتوره من الاصليه بتاعته. تاريخ الدفع النهارده 18. دفع قد ايه؟ الفاتوره ب 6000، قام جاي دفع منها 3000. وسيله الدفع كاش ولا بنك ولا فودافون كاش ولا انستا باي؟ قسما بالله انا اللي كاتبهم له ولا عاملهم لوحده. فتعالى نحطها انستا باي غرض الدفع، سداد فاتوره ولا شحن محفظه اعلانات ولا دفعه مقدمه سداد. خلاص يلا بينا سجل. ممكن تعمل بقى رقم مرجعي ده لو انت عندك سجل ورقي، فانت بتعمل الرقم ده هنا فبيتسجل معاه. اتسجلت اهي. كويس. تعالى نعمل له كمان تسديد من الفاتوره الثانيه. فدي الفاتوره بتاعت الاعلانات اهي. تاريخ الدفع مبلغ مثلا عنده 2000، خليها 1000. خليها بنك. انت طبعا تبقى متابع فلوسك فين. بعدين ده هنقول له ان ده شحن محفظه اعلانات وعرض الدفع. ويلا يا باشا حفظ عسل. طيب تعالى نرجع تاني للفواتير. بص بقى الفواتير حصل فيها ايه. الفواتير اللي صدرت للعميل اجمالي 6000، المدفوع 3، المتوقع 3. اقدر ان انا كمان اطلع له ايصال باللي دفعه ده. اجي ادوس هنا ادي ايصال اهو. استلمنا من كذا من الجندي مسؤول التصل فلان، رقم العميل كذا، الشركه بتاعتنا، ولي توقيع المستلم ومش عارف المبلغ كذا كذا. تطبعها تديها للعميل بتاعك او تبعتها له. شفنا العملاء. خلاص. طيب تعال نبص بره احنا في الحسابات كده ايه في السريع. ده رصيد اعلانات الشركه. احنا دلوقتي كل الشركات بيبقى عندنا مشكله او مش مشكله، يعني كنا الاول على طول بالفيزا بتدفع على طول دايركت. طب دلوقتي الفيزا ما بتدفعش وبتحتاج انك انت تشحن المحافظ بتاعت فيسبوك وتيك توك والكلام ده، وبعد كده تبدا تمول منها. فاحنا بنبدا ان احنا نتوه، انا على المحفظه كام، انا صورت كام، انا مش عارف ايه. فطلع دماغنا قمنا جايين ضايفين القصه دي كمان. ادي رصيد اعلانات الشركه. نقول ان احنا عندنا مثلا حطينا رصيد الشركه، اضافه الرصيد اهو 1000 جنيه مثلا بتاريخ النهارده. يلا يا باشا ضيف اضاف اعلانات الشركه. كل ما يسحب بقى نيجي نعمل احنا نسجل حمله او يسحب منها تلقائي. طيب محفظه الاعلانات دي بتاعت العملاء، كل عميل بقى عنده قد ايه. طب هنا ده العميل الجندي اهو الرصيد بتاعي 0، اجمالي الايداعات 1000 اللي هو حطها بتاعت الفاتوره دي. صرفنا منها؟ لا لسه ما صرفناش. كويس عسل جدا. طيب تعال نخش على المصروفات. المصروفات يا باشا احنا مثلا هنفترض ان احنا عندنا تاريخ مصروف ان احنا صرفنا نضيف اي حاجه يعني، بس مثلا ايه خلي بالك ده برضو الحاجات دي هو اللي عاملها. رواتب، ايجار، ادوات، اشتراكات، غيره. ادي ايجار مثلا، ايجار مكتب، المبلغ مثلا 1000 جنيه. وسيله الدفع كاش، عميل لا. اقول لك في المستقبل خلينا نسجله امبارح ان هو المفروض انت بتسجل فيه البيانات السابقه. فسجل يا باشا تسجل امبارح او ايجار المكتب. تمام. تلقائي يعني عايز تطبعه برضو موجود وتلقائي متسجل في الداشبورد. طب تعالى نحسب الموظف دوت هياخد كام. يعني احنا عايزين نضيف مصروف موظف. ادي احمد اهو تاريخ تسجيل المصروف ده النهارده مثلا اول يوم في فتره الراتب بتاعه هيبقى 1/5، اخر يوم 30/5. الراتب الاساسي كام؟ احسب الراتب يا باشا. قال لك اجر اليوم بتاعه كذا، الاساسي للفتره الشهر ده 30 31. احسب الراتب الاساسي بتاعه ادي 5000 قيمه الراتب، وادي العموله هيسجلها. طب يا باشا تعالى احسب الراجل ده مثلا هو غاب 3 ايام. 3 ايام يلا احسب الراتب. حسب له دي البتاع الراتب، خصم الغياب اهو اتضاف، وادي صافي الراتب بتاعه. باشا عملت ده تقوم جاي ايه سجل ده كمصروف بقى او اتحط تحت تلقائي. جميل عسل قوي. تعالوا نروح للتقارير كده. هتلاقي بقى يقول لك ايه ده كل قيمه الباقات، المتحصل من الباقات، اجمالي الايرادات المتحصله، المصروفات بدون رواتب كذا، رواتب 0. ليه الرواتب 0؟ لان لسه بيقفل الرواتب في اخر الشهر. كويس. اجمالي المصروفات كذا. طيب يا باشا ايه تاني عندنا؟ تعال نشوف الموارد البشريه. زي ما قلت لك بقى ان هيبقى فيها نسبه تحقيق كذا كذا كذا. تمام. كل حاجه فيها اي بقى موظف على حسب المهام اللي انت هتحطها له اللي هي مطلوبه منه هيبدا تظهر لك هنا. طيب الصلاحيات دي بقى انا جبت بقى الراجل احمد اللي هو مثلا موظف مبيعات ده. شايف البرنامج مليان ازاي ومليان كله حاجات. طب احمد ده ما ينفعش يطلع مثلا على تقارير خاصه بالشركه، على حسابات، على مثلا اداء الموظفين. ما هو بتاع هنا بقى ايه جاب لك ادي الدور بتاعه الصلاحيات موظف المبيعات، لان له دخول. هندخل دلوقتي على الاكونت من عنده ونشوف. تعالى ان احنا مثلا نلغي الكل. قال لك الموارد البشريه ومتابعه الموظفين لا ما يشوفهاش، ولا مشاهده ولا اضافه ولا تعديل. طب التقارير ما يشوفهاش، لوحه التنبيهات اليوميه تعالى يا عم حطها مشاهده. رصيد اعلانات الشركه ما يشوفهاش، تقفيل الشهر ما يشوفوش، سلامه النظام ما يشوفوش.
هبدا ان CRM يا باشا، تعالى شوف واعمل اضافه وتعديل، ما تعملش حذف، لا هو المدير بتاعه اللي يعمل حذف. فريق المبيعات ما يا تشوفه يا ما تشوفه. العقود يعمل مشاهده ويعمل اضافه، هو ممكن يصدر عقود او ممكن لا، حسب سياسه الشركه. ايرادات لا. حدد بقى ايه الحاجات اللي انت هو يقدر ان هو يشوفها وما يشوفهاش. وطبعا حاجات المحتوى مش مهم. تنبيهات ممكن يشوف، التو دو ممكن يشوف، ممكن يبقى عنده حاجه فيه. المحتوى، سجل الحركات، الرواتب، الحملات الاعلانيه، المدفوعات، تبقى دي البايب لاين. يشوف ويعدل في البايب لاين. العملاء يشوف ويعدل في العملاء. صلاحيات تسليه لا. مسار المبيعات لوحة تحكم يشوفها بعد كده اقول له ايه، حفظ للصلاحيات. تمام. اما يدخل دلوقتي عنده هتشوف. بس استنى، طبعا في الحسابات تقفيل الشهر ده في نهاية الشهر بعد ما تخلص كل ايراداتك وكل مصروفاتك، تضغط تقفيل الشهر، الشهر يتعبى في بعضه ويتحفظ لوحده. بعد كده بقى انت تقدر، الادمن بس اللي يقدر يرجع له. بعد كده تقفل بحساباته بارباحه بخسايره بمصروف حاجه بتقفل فيه. تمام. طب تعالى بقى ايه، نشوف الجزء اللي باقي لنا هنا، خطط المحتوى. هنا اول حاجه قال لك ايه، خطه المحتوى ده النوع بتاعها ده درافت، مين المسؤول عنها؟ حاليا ادمن، لان هو الوحيد اللي مسؤول. تعالى ندخل في التفاصيل. قال لك انشاء وتوزيع 12 منشور خلال 30 يوم. دوت طبعا الاكونت مانجر هو اللي بيبقى مسؤول عن ده. قال له ايه، اضافه محتوى. لسه لا توجد بيانات في قطاع المحتوى اهي، يلا نعمل اضافه. العميل الجندي، خطه المحتوى، الخطه اللي هي مزجها تلقائي. العنوان مثلا بوست توعيه. نوع المحتوى بوست ولا ريل ولا ستوري ولا فيديو ولا كاروسيل، اي حاجه. بوست مثلا المنصه هتبقى فيسبوك او تيك توك او انستجرام او غيره. توضيح الهدف بتاعها اويرنس. تاريخ النشر المقترح مثلا يوم 20. الاولويه هاي ولا نورمال ولا ايه، الحاله بتاعته دي فكره ولا كتابه ولا ديزاين ولا غيره. فكره. موافقه العميل لا لسه، ان احنا ما وافقناش. مين كاتب المحتوى؟ هفترض ان هو احمد، الاكونت مانجر هو اللي بيكتب الكلام ده. والمصمم مين؟ فلان. ومسؤول النشر فلان. ده كلهم طبعا هيظهروا احمد. الكابشن ايه، وصف التصميم ايه، البريف للمصمم، السكريبت، الهاشتاجات، ملاحظات داخليه. احفظ بقى، ادي اهو اتسجل. تعالى في مهام اليوم. قال لك ظهرت اهوت في التو دو ليست. تمام. بعد ما اخلصها ممكن يعمل لها دون او ان هو ياجلها، انك تفتح عليها هي نفسها. لما تيجي تفتح عليها المهام في كتابه كابشن، ممكن ده بمسؤوليه شخص، تصميم محتوى لشخص، جدوله ونشر لشخص تاني. ده النهارده عملوا تلقائي الاستحقاق ده يوم 18 في الكابشن. تصميم المحتوى يوم 19. يوم 20 النشر. تمام. تقويم المحتوى. تعالى نروح ليوم 20 اللي احنا عددنا فيه اهو، نزل فيه البوست التوعية بتاع الجندي. تمام. وطبعا موجودة في المهام. تعالى نجرب حاجة بقى، ان احنا نعمل حملة مثلا للعميل. ادي اهوت اسم الحملة الجندي مثلا. المنصة، تاريخ البداية بتاعها، يعني نفترض البوست ده تاريخ النهاية بتاعها يوم 25. ده يعمل لك تنبيهات برضو عشان لو انت هتتوه فيها. الميزانية اللي هنعملها مين مثلا 500 جنيه. الحالة بتاعتها اشتغلت ولا لسه مخططة ولا متوقفة، دي تقدر تعدلها. هنقدر نقول ان هي مخططة لسه. وادي لما تيجي مثلا يظهر لك بقى الفاتورة بتاعت فيسبوك او غيره بتاعت الحملة، تقدر انك انت تاخد صورة وانك انت برضو ترفعها وتحطها هنا كتأكيدا للسعر بتاع الحملة. ونضغط حفظ. ايه بقى اللي هيحصل هنا اول ما نعمل كده؟ تعالى مثلا لرصيد لمحفظة الاعلانات. هنا بقت ايه، قال لك الايداعات 1000، الصرف 500 والرصيد الحالي 500. رصيد اعلانات الشركة مال السحب بتاعه، خلي بالك هنا ايه، في حركه رصيد اهي، في اضافه رصيد اعلاني الى 1000، سحبنا منه 500 لحمله الجندي. انا كتبت له حاجه؟ ما كتبتش حاجه، هو جابها لوحده فاتو. سحب من رصيد اعلاناتنا وسحب من الرصيد التاني. تمام. تيجي تخش على التقارير تلاقيها اتحدث. تيجي تخش على الداشبورد الرئيسي تلاقيه اتحدث. هنا الشارت اهو، بص خلي بالك هنا بقى لك ايه، الايرادات والمدفوعات والمصروفات وبتاع والمتابعات والكلام ده كله، كل ده ظهر اهوت قدامك. وهنا في كمان تنبيهات اهي. وهنا في وضع ليلي تقدر انك انت تقلبه. عشان ما اطولش كتير تعال نجرب اخر حاجه بس، ندخل من عند احمد ده. اول دخول قال لك لازم تغير كلمه السر الافتراضيه، فتعمل بقى ايه، كلمه الباسورد بتاعك الجديد. يلا مش هدخل. فاكر بقى احنا كنا محددين ايه في الصلاحيات؟ دي لوحه التحكم، لوحه التنبيهات، العملاء اهو، يقدر ان هو يضيف ويقدر ان هو يعدل. هنا عايزين نشيل التعديل بتاعه، نشيل التعديل بتاعه. متابعه العملاء، مسار المبيعات، مهام اليوم.
حددنا. شوف بقى الصفحه التانيه كان فيها ايه ودي فيها ايه. عامله بقى لكل موظف محاسب بالحاجات بتاعه الحسابات اللي بتوع المحتوى، الحاجات بتاعه كل واحد تتخصص له. هو عنده هنا في النوتيفيكيشن هيجي يقول له مهمه كتابه محتوى احنا كنا عاملينها عليه، فاكر؟ وانا في السعوديه كان عندنا برنامج شبيه لده، اظن ان هو كان اقل يعني. كنا نسمع ان هم شاريينه بمليون ريال، يعني هفترض ب100 ب10,000 ريال. بالله عليك البرنامج ده شبه مجاني، شبه مجاني يعني. هو في الخطه المدفوعه. وعلى فكره التجربه المجانيه انا ما اظنش انك انت هتقدر تاخد حدود الاستخدام ده، الموضوع طويل جدا، استهلك توكنز كتيره جدا، فمحتاج الخطه المدفوعه يعني عشان تقدر انك انت توصل للحجم ده. بس ان كان المدفوع ده، البرنامج ده في مصر يكلف عشرات الالاف، في السعوديه لو حسبناها بالمصري او في الخليج يكلف عشرات الالاف. فتخيل لو انت مبرمج هيعمل ده هياخد منك كام؟ طب انا في مثلا كلاينت عندنا مطعم هخلي واحد يعمل له البرنامج بتاع المبيعات، خد منه برنامج بسيط خد منه 30,000 جنيه، وحقه والله يعني. مبرمجين فعلا شغلانه صعبه ومرهقه وكل حاجه. يمكن الرقم انا قمت جاي اعمل برنامج لمطعم برضه عن طريق كودكس بلاش، وفي ظني احسن. هو مش ببلاش يعني، بس يعني انا هنعتبره ببلاش في ظني احسن. تخيل الموضوع وصل لفين. انا عارف ان انا لما باجي اقول ان على حاجه راحت عليها ببقى معرض للشتيمه وبتشتم، مش معرض بس زي الفيديو بتاع الديزاينرز وانها شغلانه برضه انتهت وسبيلها انتهت، خدت شتيمه غير طبيعيه، وده هيتشتم من المبرمجين برضه وبقى في الكومنتات في الاخر راح دماغي. بس ما علينا، لازم نسلم بالامر الواقع، ولازم تبقى مبسوط جدا بان احنا بنعايش ده، وتبقى مبسوط جدا بالتكنولوجيا اللي وصلنا لها، والحمد لله ان احنا عايشين في ده. من 2-3 بس كان يستحيل انت ممكن تقضي 5 سنين تتعلم في لغه برمجه عشان تبدا انك انت تطلع حاجه زي كده. فدلوقتي بقت حاجه متاحه فنقدر ان احنا نستخدمها الحمد لله. فالموضوع رائع، رائع جدا، رائع جدا. بفكر ان احنا والله نضيف القسم عندنا ان احنا نعمل فيه الحاجات دي، برامج للناس وكده. ده اللي هنقدر نعمله دلوقتي، انك انت تبدا انك انت تعمل شغل قائم على الاي اي. يبقى احنا مثلا عندنا حد بيبرمج بالاي اي، بيعمل لك برنامج بالاي اي. احنا عندنا يبقى نوفر لك الوقت بس والمجهود بتاعك والاشتراك، لو الاشتراك ممكن غالي، ونعمله لك طبعا بتكلفه مش هتيجي ربع التكلفه اللي انت ممكن تديها المبرمج. فالموضوع مبهر جدا وجميل جدا وحاجه تبسطك جدا جدا يعني، لو انت شخص فير بجد ويعني ما تبقاش غشيم كده بقى وانا اللي هو في وش التكنولوجيا. باشا انت عايش في الآلة الكاتبة، انت عايش في عصر الطرابيش، خلاص انت في واقع عايش فيه لازم تتعامل معاه. انا قلت قبل كده في الفيديو بتاع ان شغلانه الديزاينر دي راحت عليها، قلت انا ديزاينر من 20 سنه، من 20 سنه. اغلب اللي هيرد واللي هيتفرج واللي هيعمل الكلام ده ما كانش اتولد او ما كانش يسمع على الكمبيوتر. ومع ذلك باشا اهلا وسهلا في داهيه، هي مش بنت خالتي، انا بقى اشتغل بيه، انا اطور من نفسي بيه، انا اشترك بقى واعمل شغل احسن ويساعدني. وتنبيه تاني، تنبيه لمرة المليون يا جماعة، الاي اي مش بيساعدك، اقسم بالله بيستبدلك. لازم تشتغل بيه، لازم تتعلم عليه، لازم تطور نفسك فيه، لازم تبدأ تشوف السكة اللي انا هاخدها بالاي اي ايه. انا اعمل صور، اعمل فيديوهات، اكتب محتوى، اعمل برامج. انا ايه السكة اللي هاخدها بالاي اي عشان ابدأ ان انا اشتغل فيه بعد كده. لان انا في ظرف سنة سنتين بح 3/4 الموظفين هيروحوا شركات ضخمه باحجام ضخمه سرحت الاف الموظفين واستبدلتهم باي اي، فانت مش اجمد منهم. واحنا احوج ما يكون منهم مليون مره، لان هم اصلا معاهم فلوس وارباحهم كبيره. احنا هنا ده احنا بندور على القرش اللي يتلم ازاي. فلما يجي والله اشتراك برنامج ب 5000 جنيه هيغنيني عن حد عايز مني 15,000 جنيه، لا مش بالسلام، بالسلام. حد ده يغنيني عن 10 هشترك فيه. فابدا دور. انا دلوقتي بقينا بندور على عايزين حد شاطر في الاي اي يعرف يعمل لنا الحاجات دي. من وجهة نظري التجربة ممتعة جدا، البرنامج عظيم جدا. انا هبدا ان انا اشتغل عليه واعمل تجربة فعلية عليه، وابدا بعد كده ان انا احول برنامج ثابت على الجهاز يبقى خلاص ما فيهوش تعديل بعد كده. لو حابين تسالوا عن اي حاجة خاصة بالبرنامج ده، حابين تسالوا عن كودكس، عن اللي عملته في شات جي بي تي ازاي عملته، ابعت لي انا هرد عليكم. حابين ان كنتوا لو احنا اقدر ان انا اساعدك في حاجه عايز تعملها قول لي وانا اساعدك مفيش مشكله. لو حد حابب ان هو ياخد برنامج زي ده برضو مفيش مشكله، هو قابل جدا للتخصيص.
في جزء بتاع الاعدادات ده اللي احنا ما رحناش عليه، في هنا الجزء بتاع الاعدادات ده تسجل فيه الاسم الشركه واللوجو والبيانات بتاعتك وعنوان الفاتوره وحاجات خاصه بيك انت. فتقدر ان هو يتعدل عادي على حسب الشركه بتاعتك ايه، لو انت الحاجات دي مهمه ممكن يتعدل فيهم. فهاف فن، الاي اي جميل، وفر كتير وساعدنا كتير. السلام عليكم.